ها موجود اسامه الشيخ ونطلبوه الان بالتليفون، ونطلبوا الاخ توفيق العبيدي ويحكي لهم عن كل ما فعلته انت في التلفزيون. توفيق العبيدي تتكلم الان لا حول ولا قوه الا بالله. انت كنت تحمل له انت من طيب. كنت حزب ونقابه لم يحصل في العالم ابدا. انا ما ودي نوصل هالمرحله انك تكون حزبي ونقابي في نفس الوقت. طيب. قمه معناتها الوجوه النيره. صحيفه السوبر ما زالت عندي. نعم صحيفه السوبر، انا قلت لك نعم. اسال اسامه الشيخ يعطيك الحقيقه، انت لا تعرف الحقيقه. كله كلام مزيف يا اخي ها موجود الاخ اسامه. استاذ نور، استاذ نور، يا استاذ نور ممكن، يا استاذ نور، يا استاذ نور ممكن بس بعد اذنك استاذ نور، استاذ نور. الاستاذ رؤوف يقول لك انا ما قلت ولا تكلمت وما نشر في مجلة السوبر الإماراتية ما هو إلا نقلا عن جريدة الدستور الأردنية والكلام اللي في الدستور الأردنية. نعم، وقل له أسامة الشيخ كان يعاقب مراسلهم في الأردن على هذا التحريف. يعني رجل لم يطلق شيء أصلا يعني ضدك يا أستاذ نور. مطلوب شو؟ هو تجنى علي بطريقة، هو كان عنده مشكلة لأنه أنا كنت هو بيحكي على التعليق التلفزيوني. هو يقول لك اللغة موجود. عيب يا خالد عيب. هذا الرجل كان أكبر عدو للمتعاونين الخارجيين للتلفزيون التونسي وهو يعرف هذا. كان يطلب منهم أنه احنا لا نعلق على المباريات الدولية لأنه هو يشتغل في التلفزيون، هذا شغله أكله عيشه، واحنا افضل منه تعليق دولي لانه ما يعرف في المباريات الدوليه ولا يعرف اي لاعب كان، وكان يتحجج دائما بالغياب. واطلب رئيس مصلحه الرياضه توفيق العبيدي الان يقول لك نفس الكلام. انا لا اتكلم الا بالحقيقه. هو كان دائما عدو لمن ياتي من خارج التلفزيون ويعلق مباريات دوليه يوم الاربعاء الشامبيونز ليج او مباريات الترجي. مباريات اللي علقت عليهم يا انت يا اخي الكريم كنت تتحجج مره امك مريضه، مره عندك عمليه على عينك، مرة كله يعني. شوف الشهاده اقوى دليل. نطلب رئيس مصلحه الرياضه بالتلفزيون ونطلب اسامه الشيخ موجودين. لا تناقشني اكثر، هذه هي الحقيقه الموجوده. اي حقيقه يا حبيبي، يا حقيقه. يا حبيبك انت تحكي بلغه حبيبي، انا احكي امور جديه وقل لي حبيبي. حبيبي انت حولت زملاء كانوا مبدعين، حولت انت من الزمن الغابر الذي لا يريد ان يفهم. استاذ نور انا كنت احاول. استاذ نور حتعمل فيها معلق ولا شو يا اخي؟ انت كنت تستغل، انت من الناس الذين استغلوا الوجود في التلفزيون بعلاقات خاصه، ولا تخلينا نسموا مين من الزمن الحاكم القديم كان يدعمك. ما تحاولش تغير الحقائق. ما تحاولش الحديث. انا اتكلم تطلب انك تعلق على الترجي ورافضين يعطوه حتى الترجي يا اخي والله. طيب انا يا استاذ نور انا كنت احاول ان اكون محضر خير بينكم. لما انت شايل علي هذا كله. انا يا استاذ نور انا احاول ان اكون محضر خير بينكم، ما كنت اتمنى توصل هذه الامور الى هذه الدرجه. فانا استاذ نور لو سمحت يعني بعد اذنك اشكرك جزيل الشكر على المداخله، لكن الكلام اللي واضح من الاستاذ رؤوف انه ما قال شيء ابدا في مجله السوبر، وان اسامه الشيخ حينذاك كان رئيس التحرير اللي مجله السوبر، وان اسامه الشيخ عاقب حتى المراسل اللي جاه من بعث الرساله من الاردن. في النهايه يعني استاذ رؤوف انتم زملاء كبار وانتم يعني قدوه بالنسبه لنا احنا حتى كاعلاميين. بالعكس احنا دائما نتكلم عنكم ونتكلم كلام طيب، ولك انا والله كان ودي انه يكون على الاقل في نوع من يعني عجبتني كلمة ان انت شفته في التلفزيون التونسي وسلمتوا على بعض، فتوقعت ان الامور راح تكون بالعكس. اليوم كلام طيب بين استاذ نور وبينك على الهواء مباشرة امانة. لكن عموما الله يجيب اللي في الخير. سؤال، ما عندكم انتم مثلا يعني شوف احيانا الاستاذ رؤوف قال ما في مشاكل، لا ظهرت في مشاكل استاذ رؤوف. لا انا بالنسبه من جهتي انا ما فيش مشاكل. غيره ابو جاسم مش مشاكل، هي غيره ومشاكل يعني. غيره تجيب لك مشاكل. الدليل انه انا لما اول مره شافني وانا جيت التلفزيون سلمنا على بعض، ما عندي انا، لكن هو متمسك. شو المشكله عند لا قال لك تصريح وما صرحت. طيب اسامه الشيخ وجاب لك هذول الشاهد. هذا اختلاف في وجهه نظر معينه. طيب احمد الطيب عندك خلافات؟ طبعا عندي خلافات.